السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، تحياتي لكم وأتمنى إن شاء الله أن تكونوا بأفضل الأحوال. صراحة غبرت عليكم هذه المدة، ما كنت برا فيديو على اليوتيوب واحد المدة ديال 3 سنوات غبرت فيها، ولكن كنشكر جميع متابعي القناة الأوفياء. كاين بزاف ديال الأمور اللي وقعت الصراحة اللي منعتني أنني نمتنع على رفع الفيديوهات في اليوتيوب. أنا دابا عندي بزاف ديال التجارب اللي باغي نبارطاجيها مع الناس، سواء الناس اللي كتفكر انها تجي للبرازيل او سواء الناس اللي جات هنا للبرازيل. بصراحه ما كتعرفش بزاف ديال الامور خاصه معلومات عن الحياه او المعيشه بصفه عامه، الكراء، العمل، الزواج الى اخره. انا هنا في هذه القناه كنبغي نبارطاجي معكم التجربه الشخصيه اللي انا عشتها باش الناس تستافد منها وما توقعش في نفس الاغلاط اللي حتى انايا وقعت فيها. انايا بغيت نحكي لكم واحد القصه كيفاش جيت من ساو باولو للجنوب واستقريت هنايا. ملي جيت لساو باولو كنت ديجا كنتكلم مع واحد الفتاة برازيلية متزوجة هنا في البرازيل. دخلت بارازار لواحد السيت ديال تعلم اللغات، كنت كنشاطي مع بزاف ديال البرازيليات حتى تعرفت على هاد البرازيلية. كنت كندي ونجيب معاها في الهضره، تقريبا جلست كنهضر معاها لمدة 9 أشهر. تعرفوا على بعضياتنا، كنا كنتكلموا باحترام لانها قالت لي انا متزوجة. من بعد بارطاجيت معاها الفكره انني نجي هنايا للبرازيل، قلت لها راه باغي نجي هنايا انا للبرازيل. قالت لي واه مرحبا. قالت لي بان عندهم واحد الشركه ديال الطباعه، قالت لي واحد المغربيه راه خدمت عندنا هنا في الشركه، ولكن راه قالت لي واحد الحاجه اللي ما شرفتنيش كمغربي. قالت لي بان هذيك المغربيه كانت يوميا كتجي الشركه وكتجيب المشاكل الزوجيه ديال دارها للشركه للخدمه، جراو عليها الخوت من الخدمه، ما بقاتش خدامه معاهم. قالت لي صافي ملي تبغي تجي هنايا للبرازيل غنتفاهموا ان شاء الله، غتجي عندي هنايا وغنتلاقاو ونتعرفوا عليك وغنساعدوك. عرفتني على الزوج ديالها، مشات تكلمات مع الزوج ديالها، قالت له راه كنتكلم مع واحد المغربي. صيفط ليا في الانستغرام، تواصلت معاه، صافي بدينا كنهضروا مره انا والزوج ديالها، وهي بقيت كنهضر معاها حتى لمده ديال واحد 9 اشهر. من تما سافرت انايا. من بعد جيت للبرازيل وانا ما كنتش مصدق بانها غادي تلاقاني. قلت انا راه الله اعلم راه ما غاديش تجي ولا راه كتكون غتكذب، حيت الانسان ما كيكونش مصدق. وصلت للمطار غوارويوس، جيت خارج، هزيت الحوايج ديالي، الباكاج ديالي، تلاقيت بواحد المغاربه تما كيف ما عاودت لكم قبل في الفيديوهات السابقه. كل واحد شد الطريق ديالو وانا جيت خارج بوحدي. قلت لهم راه غتسناني واحد الصديقه ديالي، لقيتها تماك حدا باب المطار كتسناني هي والاطفال ديالها، والزوج ديالها كان برا كيتسنانا في السياره. رحبوا بيا. من بعد داوني لماكدونالد، شراو لي واحد الهمبرغور والفريت كليت وشراو لي ليموناد، حيت كنت جيعان. 14 ساعه ديال الطائره من مطار اسطنبول الجديد حتى المطار غوارويوس، وكنت عيان والستريس والخلعه، واول مره جاي للبرازيل، جاي لواحد البلاد اللي كبيره ما كنعرف فيها حتى شي واحد. رحبوا بيا وداوني لواحد البلاصه قريبه لفيلا بيرتوبا حدا اوساسكو الخوت. خلصوا لي الاوطيل حيت كنت مازال ما صرفت الفلوس. قالوا لي شوف راه غنخلصوا عليك الاوطيل، ومن بعد ملي غتهبط للسونطار اولا ملي غادي تمشي للشوبين راه كيشونجيو الفلوس. صراحه داكشي اللي درت الخوت، استريحيت هذيك الليله الاولى. غدالي خرجت كندور شويه، بقيت نهار. من بعد نهار الخوت قالوا لي واش تبغي تخدم معنا في الشركه ديالنا؟ قلت لهم مرحبا علاش لا، حيت انا كنت ما كنعرف لا لغه لا والو، مازال ما مصوب السي بي اف بحتى حاجه، عندي يلاه غير الباسبور مغربي. قلت لهم مرحبا والله يا ودي نخدم معاكم. قالوا لي شوف راه واحد الارجنتينيه غترجع للارجنتين، غتاخذ فيرياس يعني غتخرج واحد 30 يوم مده راحه، واش تقدر انت تبلاصيها تبقى بلاصتها، حنا غنديروا معاك واحد البليزير باش ما تبقاش مريح. جيت خدم معانا، عداوني الخوت. جيت نهار الاربعاء، استراحيت نهار الخميس ونهار الجمعه. داوني الشركه مع 7 ديال الصباح، عطاوني الكسوه، عطاوني البرودكان، بداو كيوريوني دراري برازيليين تما، بقاو كيسولوني انت منين، كيتعاملوا معايا غير بالتليفون غير بالتراديكسيون، كنتفاهم معاهم. كيجي واحد الشاب كيهضر معايا غير بالمترجم كيوريني شنو كندير. بديت كنخدم معاهم الخوت. داروا لي واحد الصالير ديال 1850 ريال، داروا لي الترونسبور كيعطيوني 80 ريال الشهر، كنستعمل الطوبيس. ضربت معاهم واحد المده ديال الشهر. من بعد قالوا لي صافي راه ما عادش نحتاجوا الخدمات ديالك، خصك تدبر على راسك، وراه البنت راه رجعات.
صافي الخوت صراحه جاتني قاصحه شويه حيت توالفت الريتم ديال الخدمه وكانوا كيعاملوني مزيان، كنت كناكل تما كنشرب القهوه كنخدم النهار كامل ما كنخدمش السبت والحد. بقيت من موراها كنعاني كنقلب على خدمه وانا كنت هذيك الوقيته بلا لغه ما كنعرفش اللغه. تعرفت على واحد البرازيليه من ريو دي جانيرو، درت معاها واحد الصداقه بقيت كنمشي عندها لريو دي جانيرو. صافي من بعد الخوت بقيت بلا خدمه واحد المده، كانوا كيعاونوني صحاب الدار حيت كنت كنعول على صحاب الدار يعاونوني، كنت كنخدم اونلاين بعض الاحيان كنجيب بعض الاحيان ما كنجيبش عارفين. والدعوه كتكون صعيبه، الانسان بلا لغه هنايا ما كيكون عارف حتى شي واحد، كتكون شويه قاصحه. واحد النهارات اللي كانت عارفه لا سيتوياسيون ديالي بقات كتعاونني كتقلب معايا على خدمه بحكم انني ما كنتش كنعرف اللغه، كنت عاد جديد في الاشهر الاولى. انا جيت في ديك الوقيته ديال كورونا كانت الامور عاد شويه مذبذبه، عاد في المغرب ما كيسمحوش ليهم انهم يسافروا بلا جواز السفر وهذيك لي فاكسين. من بعد بقات كتقلب معايا حيت حكيت لها وقلت لها راه باقي نخدم وراه قنطان باقي جالس في الدار، قلت لها كنعول غير على صحاب الدار. درت كونتاكت مع بزاف ديال الشركات في ساو باولو، صراحه الاغلبيه ديال الشركات كيقولوا لها ما نقدروش نخدموه لانه ما كيعرفش اللغه. المشكله الخوت انهم كيخدموك بكارطيره اسينادا وما يقدرش عاوتاني بنادم يريسكي ويخدمك بلا كارطيره اسينادا من غير الا كان كيعرفك بحال اللي دارت معايا هذيك البرازيليه في ساو باولو. ايام حتى واحد ما بغى يخدمني، شويه فقدت الامال، تزيرت باللغه، قنطت شويه، بقيت جالس غير في الدار. كنت الله كنخرج نتريني كنجري كندير الفوتين كنتريني في البارك كنتعرف على برازيليين غير باش نتلف الوقت. من بعد قالت لي راه تعرفت على واحد خيريه، هذيك الخيريه هي اللي درت لكم عليها فيديو كيفاش تجلس مده 6 اشهر في خيريه في البرازيل. المهم لقات هي العنوان ديال واحد الكنيسه، وهذيك الكنيسه حداها كتعامل بواحد الشراكه مع ديك الجمعيه الخيريه، يعني كاينه هذه الكنيسه وكاينه هذيك الخيريه اللي راني ديجا كما قلت لكم درت لكم عليها فيديو اللي جايه اي لي بارطاجي. صافي قالت لي سير عندهم، تكلمات معاهم في الهاتف، قالت لي رجلات لي معاهم الامور، داروا معايا واحد الموعد، مشيت لهم في واحد الصباح مع 9، شديت البيس بكري مع 7:30، مشيت تماك هضرت معاهم. هما كيحسب لهم واش انا ما عنديش مسكن، ولكن انا كان عندي مسكن، انا كنت ساكن عند خوت كالي شارب الحمد لله. انا قلت لهم واش تقدروا تدبروا عليا شي خدمه؟ قال لك اودي غنشوفوا لك الا لقينا لك شي حاجه خلي لنا الكونتاكت ديالك. منكم دخلت تماك درت واحد الانترفيستا، هضروا معايا قالوا لي شنو كتعرف دير منين جيت تعرفوا عليا، قالوا لي صافي غنخليو السي في ديالك هنايا الا كانت شي حاجه غنتصلوا بك. صافي من بعد رجعات البنت اللي كنت كنعرفها في ريو دي جانيرو، تكلمت معاهم وعطاو لها النيميرو ديال واحد السيد كيعرف اشخاص في الذبيحه الاسلاميه اللي كيسميوه هنايا الاباطي هالاو. قال لها شوفي الا باغي يخدم والا هو مسلم ما كيعرفش اللغه، راه كاين واحد الشركات ديال الذبيحه الاسلاميه ديال الدجاج يخدموا الناس بلا لغه. وعطاها العنوان ديال هذاك المكتب، هو ماشي شركه وانما واحد المكتب جاي في زونا سون. المكتب هذا المكتب بحال مكتب ديال الريكروتامنت، يعني واحد المكتب اللي كيوظف الاشخاص وهو اللي كيرسلهم للشركه. من بعد تكلمت معايا هذيك البنت وقالت لي صافي راه غنشوفوا هاد الناس ديال الذبيحه ما تحسي تلقى عندهم شي خدمه ولا يقدروا يعاونوك. تكلمت معها باللغه البرتغاليه وكاين ناس تما اللي كيتكلموا باللغه العربيه، قالوا لها مرحبا يقدر يجي عندنا هنايا واش عنده السي بي اف. عنده انا ديجا كنت صايبت السي بي اف بروتوكول. شدات ليا موعد معاهم، مشيت عندهم واحد الصباحيه توكلت على الله، مشيت عندهم داروا معايا مقابله، قابلوني تما الخوت صراحه كان الاستقبال زوين. السلام عليكم، تكلموا معايا بالعربيه، داروا لي واحد التيست مكتوب، واحد التيست شفوي، بقاو كيسولوني شي اسئله على الاسلام، ما هي اركان الاسلام، ما هي اركان الايمان. صافي داروا معايا موعد قالوا لي غنردوا عليك من لواحد النهار او يومين حيت كانوا محتاجين الخدامه. صافي جاوبوني صوناو لي واحد النهار قالوا لي راه قبلناك في هذه الوظيفه ولكن خاصك تمشي تهبط لريو غراندي دو سول. نتوما كتعرفوا ريو غراندي دو سول راه بعيده بزاف الخوت، راه منها الاوروغواي والارجنتين وباراغواي. قلت لهم حيت انا كنت محتاج للخدمه، ما لقيت حتى شي واحد اللي يخدمني في ساو باولو. قبلت هذيك الوظيفه وهما قطعوا لي الكار وقالوا لي راه غادي تلاقاوك الناس تما في ريو غراندي دو سول، ملي توعي تمشي وتنزل تماك حنا راه غنتكلفوا بكل شيء، غنتكلفوا بالاوطيل بالاقامه ديالك والاجراءات راه غتكملهم تما مع السوبرفيزور ديال الاباطي حالاو ديال الذبيحه الحلال، غتلاقاك تما وهو اللي غادي يتكلف بكل شيء بدايه انك غتحط رجليك
تما طولت عليكم شويه في هذا الفيديو، ولكن ما غاديش نكثر عليكم. هذه ما غاديش تكون النهايه ديال الفيديو، لان غيجي واحد لابارتي من بعدها ان شاء الله، غادي تكون واحد الاحداث مرتبطه، ونقول لكم شنو وقع لي هنايا وشنو شفت بالضبط في هذه المدينه. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش بالاشتراك ولايك كومونتير تحفيزي، وحتى اذا كان عندكم شي سؤال مرحبا بكم خليوه تما في الكومونتير، غندير ونجاوبكم ان شاء الله. تهلاو في راسكم.